السلام عليكم أصدقائي. بالنسبة للبنات اللي تيطلبوا الزواج أو تتجلس تقول لك أنا ما كرهش نتزوج، شي وحدة تدعي معاها تقول لها الله يعطيك، يعني الله يزوجك، دعوا معايا الله يزوجني. يعني تنطلبوا الزواج وتنطلبوا الزوج وحنا ما عارفينش هذا الزوج واش غادي طلعنا او غادي يردخنا مع الارض. فقانون الجذب، فاش نبغيو نديرو قانون الجذب خصوصا في الزواج، دابا تهضر على البنات اللي باغيين يتزوجوا، اما تنديروا ورقه الاهداف وتنكتبوا مواصفات ديال الزوج اللي غادي يتزوج بينا. ماشي انت باغا راجل وصافي، ايوا راجل غادي يجيك راجل ما خدامش، غادي يجيك راجل تيسكر، غادي يجيك راجل كذاب، غادي يجي راجل غادي يشبعك عصا. نطلبوا مواصفات ديال الراجل، نطلبوا راجل بالمواصفات ديالو نكتبوها. وفاش نبغيو نطلبوها لانه طاقه الكلمه تاثر في حياتنا بزاف، فغادي نطلبوا الراجل بالمواصفات اللي حنا باغينها: قصير، طويل، خدام، مزيان، يتعامل معايا مزيان، فيه الرحمه، فيه الموده، يعاونني، يكون راجل ماشي يكون عسمية راجل. جميع المواصفات، لانه الكون تيبغينا نعطيوه المواصفات، ماشي نجيو نطلبوا شي حاجه اللي غادي ترجع لينا، لانه ها انت تزوجتي ولكن تزوجتي وحياتك كلها ضاعت. فنجربوا مع بعضياتنا انه فاش نبغيو نطلبوا اي طالب نطلبوه ونكتبوا المواصفات ديالو لصالحنا، ماشي نطلبوا شي حاجه ولكن غادي تجي الضد ديالنا. فبالنسبه اليوم الفيديو مخصص للبنات اللي باغيين يتزوجوا. شوفوا الصهد انه نطلبوا الزوج المواصفات ديالو اللي حنا باغينها باش يجينا الزوج اللي غادي نستمروا معاه، ماشي نزوج وطلق، لانه الطلاق ولا بزاف وحنا باغيين نتزوجوا ولكن الزوج فاش يجي تيحطم حياتك، ماشي تتعيشي معاه حياه زوينه. هادشي اللي بغيت نقول لكم. باي باي، مع السلامه.